اهلا وسهلا بحضراتكم، وعايزين نعرف ايه قصة اتخطبوا في الجونة واعلنوا خطوبتهم في الجونة واتطلقوا في القاهرة. هما مين دول اصحاب الصورة الفنانة بشرى ورجل اعمال جوزها، بعد ما قدم لها الشبكة بشكل مفاجئ على مسرح الجونة، وبعد قصة حب بشكل مفاجئ كان زواج وطلاق بشرى في 3 سنين. هنعرف التفاصيل الكاملة. بشرى أعلنت من شوية انفصالها عن جوزها رجل الأعمال سالم هيكل، وده بعد 3 سنين من جوازها. وقع الطلاق بين الثنائي في أجواء هادية جدا بعيد عن أي أضواء. دي الصورة بتاعت زفافهم ايه، بعيد عن أي أضواء أو تصريحات متبادلة بينهم على المنصات الإعلامية المختلفة. وفي أجواء هادية تم رسميا انفصال بشرى عن جوزها بعد 3 سنين. تداول رواد التواصل الاجتماعي الخبر بشكل سريع جدا على عبر جميع وسائل السوشيال ميديا ومواقع التواصل، وسألوا عن سبب الانفصال، وخاصة ان الجمهور سبق وتفاجأ بإعلان زواجها من رجل أعمال دون الإعلان عنه إلا بعد فترة من إتمامه. وهنرصد لكم قصة زواج بشرى اللي فاجأت بيها الجميع إلى أنها انتهت بالانفصال فجأة بعد شهور قليلة. كانت الفنانة أو النجمة بشرى قد فاجأت منذ شهور قليلة يعني تقريبا كده، عفوا 3 سنين، خبر جوازها من رجل الأعمال الشهير سالم هيكل، وأوضحت عدم إعلان الجواز قبل إتمامه في أحد البرامج على شاشة الفضائية خلال استضافتها. قالت إن هي ما لم تقم بعقد حفل زفافها وجوازها من رجل أعمال سالم هيكل بسبب ظروف فيروس كورونا، وقالت ما عملناش فرح عشان خايفين على الكبار. دي صورتها ايه مع جوزها هنا ايه. قالت ان هي كانت خايفة على الكبار من فيروس كورونا. عفوا انا ارجع للصورة التانية، ايوه عشان بس حضراتكم ايه التانية دي مش مظبوطة معايا شوية. ايوه وخايفة عليهم من فيروس كورونا، وان الجواز جه بعد فترة طويلة من التعارف وسنوات من الحب من جانب سالم اللي هو جوزها، فكل منا انفصل عن الطرف الآخر اللي كان مرتبط بيه وتفرغ لأولاده، ليفاجأ بعد كل هذه السنوات بطلبه وبمشاعره الجياشة في مهرجان الجونة. وكان رجل أعمال سالم هيكل زوج بشرى قد فاجئها بطلب الزواج خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وهو ما دفعها للبكاء تأثرا بالمفاجأة وكونها لحظة تأتي تتويجا لسنوات الحب دون أن تدري به بشرى. وتم ذلك بتدبير واتفاق مع الفنان خالد الصاوي دون علم بشرى، واتجوزوا قعدوا 3 سنين. النهاردة فاجأت بشرى برضو جمهورها في مصر بانفصالها، بل وأكدت ان قصة الحب انتهت كمان بالطلاق، وهو ما أثار الجدل حواليها وتصدر اسمها جميع محركات البحث على جميع وسائل السوشيال ميديا. لكنها قالت في تصريحات تلفزيونية ان الطلاق تم بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، وانهم مازالوا اصدقاء حتى الان. وقالت ان طلاقي ده يعني ان هو بأشكركم والى اللقاء في متابعات اخرى. كان معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية.